انتوا عفاريت، انتوا عفاريت، انتوا شو، انتوا عفاريت. شو هالاداء اول شوط يا جماعه؟ شو هالاداء المغرب يا جماعه؟ ضيعوا 4 اهداف. لو في شويه تركيز 4 باول شوط. والله يا جماعه المنتخب المغربي لا يقل قيمه عن اي منتخب كبير بده يحقق بدون كاس العالم. لا يقل جماعه. لو في شويه تركيز 4 اول شوط. اسرع هدف بالمونديال حاليا. ليه حبوا بيان جديد؟ يسعد ابوك يا جماعه. فخر يا جماعه. انا مستمتع يا جماعه. انا مستمتع يا جماعه. مستمتع. شوفوا الزاوية، شوفوا وين سقطها، شوفوا وين سقط اللاعب، شوفوا يا جماعه. انا الليله حنام مرتاح. انا الليله حنام مرتاح. بس قد ايه حنام مرتاح؟ حسب عدد الاهداف اللي حتدخل شوط الثاني. يسعد ابوكم على هالاداء الرائع. باذن الله شوط ثاني 3 ولا 4 للمغرب. رجعوا لي. مو باكر يا اسود، مو باكر يا اسود. المغرب واسكتلندا اللي بيلبسوا جايه، والمصري المغاربه هم احلى واحد. يلا جابوا جول. المغاربه ما جسوش النبض. المغرب هتاخد المونديال ولا الاسكتلنديين في خدهم بيضه قوي. منتخب اسكتلندا ضعيف جدا دفاعيا. يا ريت نيوزيلندا تبقى زي اسكتلندا. ايه كميه الفرص اللي بتضيع دي؟ حرام عليكم. المغرب واسكتلندا بنشجع مغربنا يا جدع. تقطع التيشيرت اللعيب. تديله امتى طرد ولا انذار حتى ولا ضربه جزاء؟ المغاربه عنيفين جدا. هو مال المغرب هبطت ليه الشوط الثاني؟ احي اسكتلندا كانت هتتعادل. خليك مريح انت يا بونو. لو انت هيجيبوا جول خليك نايم. اول فوز للمنتخبات العربيه المغرب. مبروك المغرب الشقيق. مبروك الفوز للأمة المغربية كاملة والعربية والإسلامية كلهم. ضمننا فريق عربي في الدور الثاني الحمد لله رب العالمين. دياز فك كورة، والله دياز فك كورة، اديته كورة عادي. انك تلعب لحالك هذا تلعب بلاي ستيشن مو في الملعب. دف كورة، خذ زملائك معك، تمسك كورة كثير لين تنقطع، حرام تنتهي 1-0 وحرام اسكتلندا يعني تضغط. حرام نجلس لين اخر دقيقة على اعصابنا. المفروض المغرب يفوز اكثر. اهم شيء نجينا الحمد لله رب العالمين. اتمنى من باقي المنتخبات الاقتداء بالمغرب. يلا تترك عنها اللي صار امس، تترك عنها اي احد. نقتدي الان في الدور الثاني في المغرب. شو سوى المغرب؟ نسوي زيه. راضين 1-0، راضين كلنا 1-0 عادي. نفوز 1-0 مرة، نتعادل، لا نخسر. هذا المنتخب العربي الوحيد اللي تراهن عليه انه يروح بعيد. يا اخي اداء رجولي يا رجل. عندهم روح والله ما قد شفتها في اي منتخب. يا اخي تخيل انهم يرسخون في رؤوس اللاعبين ان نبغى نجيب كاس العالم. يعني ما وصلت انه نتاهل للدور 16. لا ناخذ كاس عالم. يا اخي هذا هو اللي يوصل اللعيبه الى هذا المستوى. اقسم بالله منتخب يرفع له العقال والقبعه واللي تبغى. منتخب جبار. فتعادل لك امام البرازيل وكان الحق بالفوز. فايز لك الان على اسكتلندا ومتصدر مجموعته، وباذن الله راح يتصدر وراح يصير باذن الله انه منافس كبير جدا جدا. والحصان الاسود على كاس العالم والله ما عاد صار حصان اسود. صار منافس كبير للمنتخبات الاوروبيه، وصاروا يخافون منه وصاروا يحسبون له 1000 حساب. الف مبروك منتخب المغرب، والله العظيم تستحقون بكل جدار. اول فوز عربي في المونديال، اسرع هدف عربي في تاريخ كاس العالم، اول منتخب عربي يضمن الصعود لدور ال 32، اكتر منتخب عربي تسجيلا للاهداف في بطوله كاس العالم. الكلام كله على مين؟ الكلام على النسخه الاستثنائيه والنسخه الاعجازيه من اسود الاطلس، المنتخب المغربي. منتخب المغرب بيفوز على منتخب اسكتلندا 1-0 وبياخد 3 نقاط بتخلي المنتخب المغربي يضمن صعوده لدور ال 32 بعد مباراه منتخب المغرب كان افضل فيها من المنتخب الاسكتلندي في كل شيء. وعارف اللي هيتقال، عارف النغمه اللي هتدور ان منتخب اسكتلندا منتخب ضعيف عشان كده المغرب عرف يفوز عليه. الكلام ده مش حقيقي. منتخب عنده نجوم زي سكوت ماكتوميناي لاعب نص الملعب اللي بيلعب في نابولي وكان بيلعب في مانشستر يونايتد، زي تيرني اللي كان بيلعب في ارسنال، زي روبرتسون نجم ليفربول، زي المهاجم تشي ادم. منتخب على مستوى الاسامي مش بالسهوله اللي الناس هتصورها لك. وقبل ما اتكلم عن اي حاجه، الثنائيه دي يا جماعه، الثنائيه دي ممتعه للعين، الثنائيه دي مبدعه، الثنائيه دي مش طبيعيه. اركن لي ثنائيه تشافي وانيستا، اركن لي ثنائيه بيرل وجاتوزو، اركن لي ثنائيه فالفيردي وكامافينجا، اركن لي ثنائيه الجربوع جواو نيفيز وفيتينيا، نائل العيناوي، ايوب بوعدي، 2 لعيبه وثنائيه وسط ملعب هتكون الافضل في ال5 سنين الجايين على مستوى العالم.
اتنين لعيبه على مستوى الروح مش طبيعيين، اتنين لعيبه على مستوى معدل العمر، جواهر في نص ملعب المغرب، اتنين لعيبه مبدعين، اتنين لعيبه ممتعين، اتنين لعيبه بيكملوا بعض. وقاره اوروبا غير مستعده. اسماعيل السيباري النهارده بيسجل تاني اهداف لتاني مباراه على التوالي للمنتخب المغرب، وبيكون سبب رئيسي في الثلاث نقاط اللي بيحرزهم منتخب بلاد. هاري كين الغلابه، هاري كين العرب، هاري كين قاره افريقيا. وقلتها لك وانا بختاره في تشكيله الجوله، لو لعبت وينج يمين هيأدي، لو لعبت وينج شمال هيأدي، لو لعبت مهاجم صندوق هيأدي، لعبته تحت المهاجمين هيأدي. مهاجم مش طبيعي، بسم الله ما شاء الله، عشان الناس ما تفكرش ان انا بحث. مهاجم مش طبيعي، مهاجم على مستوى الامكانيات، مرعب في ال18، وفي نفس الوقت دريبلر ممتع. تحب ان الكرة تيجي في رجل اسماعيل السيباري عشان تتفرج هو ممكن يقدم لك ايه. صعب قوي ان اي مدافع يخطف منه كوره. نيجي بقى للعقرب، نيجي لهانز فليك الغلابه، نيجي لافضل مدير فني عربي وافضل مدير فني افريقي من وجهه نظري، محمد وهبي، اللي عامل منتخب مرعب. محمد وهبي اللي طموحه ما وقفش عند الانجاز اللي حققه مع منتخب الشباب لما احرز معاهم بطوله كاس العالم. مدرسه كوره محترمه قوي، افكار فنيه على اعلى مستوى. وبعد ما قدر يكسب مدير فني عقر زي كارلو انشيلوتي في الماتش الاول امام المنتخب البرازيلي، يجي النهارده وبيكسب منتخب اسكتلندا في انجاز جديد يضاف للكره المغربيه. تحياتي للعقرب محمد وهبي كده، وبنسبه تتخطى ال 99%. منتخب المغرب اول المنتخبات العربيه الصاعده لدور ال 32 بعد ما وصل للنقطه 4 وتصدر مجموعته. منتخب المغرب بلا هزيمه في المونديال. منتخب المغرب اتعادل ماتش مع منتخب البرازيل، كسب ماتش اسكتلندا، وصل للاربع نقاط، عينه على صداره المجموعه، لان منتخب المغرب قادر على انه يتصدر المجموعه دي لو قدر يفوز في المباراه القادمه على هايتي، وهتبقى الحسبه بينه وبين المنتخب البرازيلي حسبه اهداف. فمنتخبنا العربي المغربي من نجاح لنجاح، زي ما بقول لك اللي انت بتتفرج عليه ده نسخه استثنائيه ونسخه اعجازيه من منتخب عربي قادر على انه يسيب بصمه كبيره في بطوله زي بطوله كاس العالم. قلتها في الجوله الاولى، يا حظ المنتخبات العربيه اللي بتلعب بعد المنتخب المغربي، لان منتخب المغرب باللي بيقدمه بيقدر يدي دوافع لكل المنتخبات العربيه اللي هتلعب بعد منه، سواء المنتخب المصري او المنتخب السعودي او المنتخب الجزائري او المنتخب التونسي او المنتخب الاردني او المنتخب العراقي. منتخب المغرب في بدايه مشواره في اول ماتشين في بطوله كاس العالم مش بس مرشح انه يعمل اداء كويس في بطوله كاس العالم، منتخب المغرب عينه على انجاز اقوى من الانجاز اللي عملوه في 2022 في مونديال قطر. ومنتخب المغرب حرفيا من المنتخبات المرشحه انه يكون الحصان الاسود لبطوله كاس العالم للنسخه الثانية على التوالي. الله يا المغرب، الله الف مبروك للشعب المغربي، الف مبروك المنتخب المغرب فوزه على اسكتلندا 1-0. طبعا فوز المغرب هذا، المغرب يتأهل بنسبة 99%. منتخب قوي، منتخب ما شاء الله تبارك الله عنده عناصر، اتوقع وصوله لأدوار النهائية. لا، المغرب غير، المغرب منتخب قوي متكامل عناصريا معنويا كل شيء. الف مبروك للشعب المغربي. ركزوا بقى، اسماعيل ما يشوتش، ده رجله طرشه، ده ما يشوتش بقى. مش عارف، في ناموسه باين عدت مسرعه كده او صاروخ، في حاجه عدت، المهم ما يشوتش. ايوه كده، الله ينور. الله ينور. هو ايه ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ راح يستحمى عند الركنيه ولا ايه؟ في ايه؟ اجيبها لك منين؟ اسماعيل شاط والكرة في السقف الأعلى من المرمى، أيمن أسفل منتصف المثلث الهرمي للعارضة. أنت فاهم إيه ده؟ بجد؟ والنبي الكرة أهي. أنا ده كله مفكرها عامل كده، افتكرتها عربية معدية بسرعة ولا حاجة. طب حلو أوي كده حلو. يعني حتى لما كسبنا 1-0 برضه. هو احنا ايه مشكلتنا مع الواحد يا عم؟ ما بنجيبش جونين ليه؟ البطوله الغريبه احنا ليه ما بنجيبش جونين؟ بس مبروك. انا متفائل ان احنا اللي هناخد كاس العالم السنه دي، منتخب المغرب هياخدها ان شاء الله. بالنسبه للماتش ولا اقول لكم انا كده ما بحبش اتكلم عن نفسي. انتوا شفتوا خلاص، مش مهم. منتخب المغرب هيندم اكبر ندم على المباراه دي، مباراه المغرب واسكتلندا. مبروك لمنتخب المغرب،
فوز وثلاث نقاط مهمين جدا جدا يخلوهم على صداره المجموعه ويقربوهم بشكل كبير قوي. خلاص تقدر تقول رسميا المغرب صعدت، لكن الفكره هتصعد اول ولا ثاني ولا ثالث، وده اللي بكلمك عنه. منتخب المغرب كسب اسكتلندا 1-0 بس، وكان قادر يكسب اكتر من كده. يا عم خلي بالك انت متعادل مع البرازيل بنتيجه 1-1، كل واحد معاه نقطه. كسبت اسكتلندا وهو هيدوس على هايتي وهيكسب بسكور كبير. وبفكرك قبل ما المباراه تبدا ايه، انا بقول لك البرازيل هيكسب هايتي بسكور كبير وهيرجع يكسب اسكتلندا بسكور كبير. فانت هتيجي المباراه الاخيره هتكسب هايتي، ساعتها هيفصل بينك وبين البرازيل كل واحد فيكم 7 نقاط على المركز الاول. الاهداف اللي هتكون في صالح البرازيل بسبب انك كسبت اسكتلندا واكتفيت بهدف واحد بس. طب هل منتخب المغرب كان يقدر يسجل اكتر؟ طبعا كان يقدر يسجل اكتر. المنتخب المغربي افضل بكتير. المنتخب المغربي كان هو اللي مسيطر خصوصا على الشوط الاول واول الشوط الثاني، اكتر من هجمه واكتر من فرصه، وكان في رعونه قدام المرمى كده في تضييع الهجمات. ومحمد وهبي كان لازم يشد ويقرص على اللعيبه ان انا لازم اكسب سكور، ان انا لازم اسجل الجول الثاني، خصوصا كمان ان 1-0 دي في منتهى الخطوره. انت كان ممكن في اخر المباراه تتخبط جول التعادل وما تعرفش الكوره فيها كل حاجه مهما كنت قوي. المنتخب المغربي غير انت سجلت جول في اول دقيقه، اسرع هدف في المونديال الحالي واسرع هدف في تاريخ العرب في المونديال. انت بادئ المباراه 1-0 يعتبر، كان لازم انك تسجل الثاني والثالث كمان امام اسكتلندا، تحسم المباراه تماما وما تخليناش قلبنا وجعنا لحد اخر الدقائق كده ان ممكن منتخب اسكتلندا يتعادل معاك. وكمان الاهداف هتفرق معاك جدا جدا في الفصل، انك تكون اول مجموعه ولا ثاني مجموعه بينك وبين منتخب البرازيل. فدي كان لازم اتكلم عن الجزئيه دي. حاجه ثاني برضو شايفها سلبيه جدا عند المدرب محمد وهبي. المدرب محمد وهبي اللي بيتاخر في التغييرات بشكل غريب قوي. اول تغيير النهارده في الدقيقه 85 يعني تقريبا انت لعبت الماتش كامل بنفس اللعيبه الاساسيه. جه في الدقيقه 85 عمل 3 تغييرات، بعد كده تغييره كمان في الدقيقه 90، خصوصا ان انت معاك دكه قويه جدا. دكه منتخب المغرب فيها اوراق وفيها لعيبه في منتهى القوه، تقدر تنزل تغير سيناريو المباراه سواء محتاج تهاجم او محتاج تامن وتدافع او تملى نص ملعبك. عندك اوراق قويه جدا وعندك دكه قويه جدا. المفروض التغييرات تبقى من بدري شويه، لان انت بتتعب اللعيبه بتاعتك الاساسيه اللي لسه عندك معاهم مشوار طويل في كاس العالم، بترهقهم بدنيا بشكل كبير جدا في دور المجموعه انه بيلعب الماتش كامل، وبعد 3 ايام هتلاقيه عنده ماتش تاني. فكان ممكن جدا في الدقيقه 60 لازم تعمل بعض التغييرات، لازم تجدد دم، لازم تنزل لعيبه من اللي عندك على الدكه عشان ياخدوا حساسيه الماتشات، يدخلوا في جو ماتشات كاس العالم. واللعيبه الاساسيه اللي عندك لازم ترتاح شويه. ده من وجهه نظري فوز مهم جدا، وهدف تاني لاسماعيل صباري اللي ممكن ينافس والله على هدافين كاس العالم، بيسجل جولين في اول ماتشين ليه. الله اكبر عليه، كواليتي عالي جدا. لاعب بايرن ميونخ القادم، خلاص بايرن ميونخ بتخلص مع اسماعيل صباري، وهيبقى عندنا لاعب عربي في البايرن هيكسر الدنيا معاهم باذن الله، وهيحجز مكان اساسي. لعيب عالي جدا وكواليتي مختلف مع منتخب المغرب، ولعيب جوكر بشكل كبير جدا يلعب في اي حته في الملعب. مبروك لشعب المغرب، فوز مهم قوي، 3 نقاط غاليين جدا، وان شاء الله الصعود مركز اول. صبرا يا صيباري، صبرا. خلصت فيك كل الكلام ده. انا لسه باخد بقه ميه. ده انا لسه باخد بقه ميه يا اسماعيل. يا اسماعيل احترم عقولنا. اسماعيل الصيبري في اول هجمه للمنتخب المغربي، ارقع بتوع الجاب، ارقع يا ولد. ده مين؟ حكيمي اللي عمل اسيست. خليل البلوشي بقى. يا لهوي على الفينش يا جدعان، شبه الجول اللي اتلغى شبه جول السنغال اللي اتلغى بتاع جاكسون. يا لهوي على الفينش بين حواجب الحارس. اسماعيل الصيبري المجنون. اسيست عالمي من اشرف حكيمي. اسماعيل الصيبري في بايرن ميونخ، رسمي في بايرن ميونخ. ده لعيب مش طبيعي. أسود الأطلس تزأر في بوسطن، فوز مهم على اسكتلندا و3 نقاط ذهبية تضع المغرب بنسبة كبيرة في الدور الثاني إن شاء الله. أبطال الأطلس قدموا مباراة كبيرة، وألف مبروك لجمهورنا المغربي، والصدارة نادت أهلها وأنتم فعلا أهلها. صحيح إن فرص كثيرة ضاعت، لكن أهم شيء إحنا عندنا 3 نقاط ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في مباراة المغرب واسكتلندا، والهدف الأول للمنتخب المغربي من اسماعيل الصيبري، وبوجود الأسطورة
الاستاذ عبد الرزاق الجمعي. ان شاء الله اليوم 3-0. يا رب يا رب يا رب. لا والافتتاحيه بدري دي حلوه، دي حلوه. والله برغم ان الماتش كان متنشن جدا، وبرغم ان الماتش كان يعني تحس ان هو كان ممكن يروح في سكه وحشه او كان ممكن يهرب منك في الاخر، الا ان المنتخب المغربي عمل المنتظر والمتوقع، وهو انه قدر ينتصر على مباراه على منتخب كلح ورخم. يمكن الحاجه اللي ضايقت الجمهور المغربي وهو بيتفرج هو السيناريو، يعني السكريبت كان دمه تقيل. فكره ان انا اسجل هدف مبكر، اسرع هدف في المونديال في نسخه 2026، وفي نفس الوقت ما اقدرش ان انا ازود الحصه التهديفيه والغله التهديفيه، مش عشان الفريق اللي قدامي دفاعيا كويس، ولكن عشان اللعيبه بتوع المنتخب المغربي تفننوا في تضييع الفرص بطريقه تضايق اوقات كتيره جدا. لكن انا شايف ان الهدف من المباراه حصل بالفعل، وشايف ان كلام كابتن محمد وهبي بعد نهايه المباراه ووقوفه مع اللعيبه بيديهم التعليمات بعد نهايه المباراه، اعتقد جزء كبير منه كان متعلق بفكره ان انت تقدر تخلص المباراه في وضعها الطبيعي، وما تضطرش ان انت تقعد مشدود لحد الدقيقه 90 في ماتش. اعتقد لو في سترايكر بما يرضي الله في الكره المغربيه كان مرتاح خلص 3-0 لصالح المنتخب المغربي زي نتيجه ماتش 98. لكن لسه هنتكلم ان شاء الله في التفاصيل دي كلها في برنامج قهوه مرتده على منصه العربي بلس، وبرضو احنا كان عندنا اللايف على اليوتيوب، بخشوا اتفرجوا عليه من الستوري. الماسك بقى، ما تقلع الماسك يا عم رونالدو، اقلع الماسك، ما تمثلش علينا. الاسم اسماعيل صباري، المهنه رونالدو الظاهره. مش طبيعي، خارق في ال18 وبره ال18. الله اكبر يا ابني، امكانيات جباره حرفيا. هدف في الماتش الاول قدام البرازيل، وهدف في الماتش الثاني قدام اسكتلندا، ولسه ممكن يجيب الثاني والثالث. بص على الفينش، بص على كواليتي الفينش. الهدف الاول امام البرازيل، بص على التشيبايه في اليسون كانت عامله ازاي، وبص على فينش النهارده والصاروخ اللي طلع من رجليه قطع الشبكه حرفيا. الحارس لو كان حط فيها ايده كانت ايده اتكسرت. شوط اول منتخب المغرب يبدع ويمتع كالعاده، عرض جميل من المنتخب المغربي. 1-0 بس امام المنتخب الاسكتلندي، ودي نتيجه مش احسن حاجه. منتخب المغرب كان قادر يسجل الثاني والثالث. اسماعيل صباري اون فاير، اشرف حكيمي الكابتن هو وابراهيم دياز عاملين جبهه ناريه. ابراهيم دياز عمال بيتلاعب بمنتخب اسكتلندا وبمدافعي منتخب اسكتلندا يمين وشمال. وسط الملعب كالعاده تحت سيطره نائل العيناوي وايوب بوعدي حديث العالم، وسايبين الحريه لأناحي قدام. اعمل اللي انت عايزه. أناحي لعب واحده يا جدعان، لعب واحده بالعرض كانت لاسماعيل صباري، ما اعرفش عدت ازاي. جول 100%، وضيع اكتر من جول واكتر من هجمه. منتخب المغرب اون فاير. الشوط الاول كان قادر يخرج بنتيجه احسن من دي بكتير، احسن من ال1-0، لكن مستنيين مزيد من الاهداف في الشوط الثاني، وده اللي هيحصل ان شاء الله. خلي بالك الاهداف مهمه جدا جدا جدا. انت متعادل المباراه الاولى مع البرازيل 1-1، كل واحد فيكم معاه نقطه. هتكسب اسكتلندا وهو هيكسب هايتي، بعد كده انت هتكسب هايتي وهو هيكسب اسكتلندا، وهنروح لفارق الاهداف عشان صداره المجموعه. وصداره المجموعه مهمه جدا عشان تلاعب فريق من مركز ثالث وتلعب مع منتخب يكون سهل في دور ال 32 وما تحرقش بنزين. كده كده منتخب المغرب يلعب اي حد. منتخب المغرب حرفيا هات له اي منتخب يلعبه قادر ان هو يكسبه عادي جدا، وقادر يروح لحد فاينل البطوله وياخد البطوله. لكن انك تلاعب منتخب سهل بدري ده بيكون احسن بكتير. ما تحرقش قوي وتكسب بسهوله من غير ما تتعب، لان لسه المشوار طويل. فمنتخب المغرب مهم انه يسجل اكتر من جول عشان قصه صداره المجموعه. وهفكركم بالكلام اللي قلته ده في الاخر، دايما اللي بقوله هو اللي بيحصل. يا عيني يا عيني يا عيني، المغرب حتتصدر اولى المجموعه كده قاعده. تعالوا اعطيكم اشياء تاريخيه حصلت في مباراه اليوم من المغرب، ولاعبين المغرب مو بس انتصار، كتبوا التاريخ. مبدئيا كده صباري يسجل اسرع هدف عربي في تاريخ كاس العالم، الدقيقه 1:10 ثواني. ابراهيم دياز اول لاعب عربي او اول لاعب افريقي يساهم في مباراتين متتاليه في كاس العالم. اشرف حكيمي اكثر لاعب افريقي مشاركه في كاس العالم. اما هذا عاد انتم لازم تنصفوه، لان انا ما اشوف الانصاف قاعد يروح لهذا اللاعب وهو يقدم مستويات كبيره. وقبل ما نكمل عشان ما تفوت مباريات كاس العالم، مالك الا ليو، الرابط في البايو يحب. مباراة بعنوان الفن في تضييع الفرص من المنتخب المغربي. المغرب اكتسحت المباراة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، لكن جات وقت اسكتلندا أخذت فيه
محزم الامور. اسكتلندا فاقت، اسكتلندا اخذت الثقه في روحها وكانت باش تعدل. ياسين بونو نحى فرصه، مزراوي نحى 3 فرص تقريب، يخلق الله على مزراوي اليوم. حكيمي نحى العديد من الكور وعمل برشا كونتر اتاك وما نجمتش تمركي المغرب. التغييرات ما جابت حتى شيء. الطالبي كاد يسجل هدف. مباراة بعنوان الفن في تضييع الفرص، ولكن في الأخير المغرب تنتصر. وأهم حاجة اليوم 3 نقاط، أداء مشرف. ضيعتوا برشا كور، لازم تصلحوا القدام، لازم تصلحوا الهجوم. كل فرصة بدمها في كأس العالم، لكن 3 نقاط في الجيب ومبروك للمنتخب المغربي. باش نكونوا صريحين مع بعضنا، وهبي في المؤتمر الصحفي قال راهو اسكتلندا جاية تلعب في الدفاع، وعارفين اسكتلندا باش تلعب الدفاع. قالها بصريح العبارة، قال احنا هابطين باش نحاربوا ضد الدفاع وممكن نفوزوا 1-0 ولا 2-0. وارجعوا شوفوا المؤتمر الصحفي، وهذاك اللي صار. المباراة انتهت 1-0 المغرب ضيعت برشا فرص، ولكن انسوا هذا الكل. 3 نقاط. أول فوز لوهبي مع المنتخب المغربي في كأس العالم. منتخب مقنع جدا بسم الله ما شاء الله في الدفاع في الهجوم. فما كان ديوب صراحة مازال ناقص على الآخر. ديوب مازال ناقص، مازال خايف. المهم ما عدا هذا الشيء منتخب مغربي مقنع جدا. ما شفناش اسكتلندا عملت هجوم خطير واحد. شفتوا هجومات المغرب قداش من هجمة بسم الله ما شاء الله. مباراة مقنعة. ألف مبروك الفوز، وألف مبروك 3 نقاط، وألف مبروك الصدارة المؤقتة في انتظار مباراة البرازيل وهايتي. لما تشوف المنظر ده اعرف على طول ان المغرب لازم تكسب. العيناوي مش بس هدومه اتقطعت زي ما انتم شايفين، ده كمان اتعور في بقه وكمل المباراة من بدايتها لنهايتها ما شاء الله عليه بنفس المستوى. لعيب حقيقي بيجبرك على الاحترام والتقدير ما شاء الله عليه. نحلة في نص الملعب، كمية جري كنت حاسس ان انا بشوف لوكا مودريتش في عز شبابه. وطبعا معاه المايسترو في نص الملعب بيرلو الكره المغربيه او يايا توريه، وما شاء الله عليه ميكس ما بين الاثنين. ايوب بوعدي الصبيري كمان بيسجل اسرع اهداف العرب كلهم في المونديال، مش المغرب بس، بعد 72 ثانيه. المباراه الحمد لله انها ما اتقلبتش على المغرب، خصوصا بعد اهدار الفرص السهله جدا في الشوط الاول والشوط الثاني. فرصه بلال الخنوس اللي بعدها اسكتلندا فائت جدا في نهايه الشوط الاول، والفرصه العجيبه جدا دي في الشوط الثاني من ابراهيم دياز اللي اتاخر جدا في التمرير واتقطعت منه في الاخر، كانت فرصه هدف ثاني محقق. ولكن في النهايه المنتخب المغربي بيحسم الاهم ال3 نقاط وبيؤكد صعوده لدور ال 32 بنسبه 99%. الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام وتاريخ قنوات الكاس. أهل المغرب مبروك عليكم، أول منتخب عربي عم بتأهل للدور القادم في بطولة كأس العالم يا جماعة، وأسرع هدف في نسخة كأس العالم 2026 بأمريكا. يا عفو الله المغرب مرعبين يا رجل. مبروك التأهل من عندي، مبروك التأهل يا رجل. المغرب عالم ليفل ثاني. المغرب مستوى مرعب ما شاء الله تبارك الله. استحواذ مرعب. والجميل انه في كل مره تنقطع فيهم الكره ضغط عالي جدا، يستعيدون الكره في 3-4 ثواني تتم استعاده الكره. هدف مبكر، استحواذ على الشوط الاول بالكامل، سرعه في استعاده الكره، نموذج مثالي جدا. الامنيه الوحيده الحين انهم ما يتراجعون. اخر الشوط الاول صراحه شفنا فيه تراجع، وشفنا الاسكتلنديين بدوا يتجرؤون اكثر واكثر. اللي صار في مباراه البرازيل نتمنى انه ما يتكرر يا جماعه. ما نبغى تراجع اطلاقا، لان المغرب افضل في ارضيه الميدان، والمغرب تقدر تسجل الثاني والثالث برضو باذن الله. الشوط الثاني يكون اجمل. المغرب بصراحه اجهز منتخب من منتخباتنا العربيه في كاس العالم. لسه قاعد يورينا نفس النسخه اللي كنا نشوفها في 2022. صرنا نشوف يا جماعه المغرب ما شاء الله تبارك الله لدرجه يعني يفوزون في مباريات. اوكي طيب طبيعي وصلنا للمرحله هذه. ألف مليون مبروك المنتخب المغرب وفوزه على اسكتلندا 1-0. ما شاء الله تبارك الله، ما قصروا والله ما قصروا. ألف مبروك. والقادم بإذن الله منتخبنا السعودي أفضل، وبإذن الله فوز على أسبانيا. بالتوفيق بإذن الله للمنتخب السعودي. اول فوز عربي في مونديال 2026 بتجيبوا المغرب 1-0 على اسكتلندا بهدف اسماعيل صبحي. حتى في كاس العالم الدنيا ماشيه معاهم حلاوه. ركله جزاء واضحه لاسكتلندا، العيناوي بيحط رجله قدام لاعب اسكتلندا والحكم ما بيحسب. مكسب كبير جدا لبايرن ميونخ، وحرفيا البايرن هو اللي محظوظ باسماعيل صباري، وبيصبح تاني لاعب افريقي بيسجل في مباراتين متتاليتين في كاس العالم بعد محمد صلاح. هو ده الملك المغربي فعلا. ايوب بوعدي هو ملك خط وسط المنتخب المغربي، وده مكانه في ريال مدريد. هدف المغرب بيتسجل في الدقيقه الاولى 29 ثانيه، وبتنتهي المباراه كامله اكتر من 96 دقيقه، ولكن اسماعيل صباري بينهيها بقذيفه في اول المباراه. مبروك للجماهير المغرب. اول شيء اقول مبروك للمغرب على ال3 نقاط هذه. 3 نقاط جدا مهمه، لكن الاغلاط اللي شفتها اليوم اتمنى
اتمنى ما تتكرر الصراحه. اتمنى من الهجوم يا جماعه الخير اهداف محققه اليوم. يمكن والله العظيم لو ما يغلطون المهاجمين والله العظيم تنتهي 5-0 5-0 على الاغلاط اللي شفتها اليوم. اتمنى ما تتكرر الاغلاط هذه في المباراه الجايه، ان شاء الله انها ما تتكرر. لكن مبروك، نقول الحين نخلي الماضي. مبروك للمغرب على هذا الفوز المستحق. ديما مغرب، ديما الامارات، واللي ما ضافني ضيفني، ونتشرف فيكم يا جماعه الخير. مع السلامه. لما تشوف المنظر ده اعرف على طول ان المغرب لازم تكسب. العيناوي مش بس هدومه اتقطعت زي ما انتم شايفين، ده كمان اتعور في بقه وكمل المباراه من بدايتها لنهايتها ما شاء الله عليه بنفس المستوى. لعيب حقيقي بيجبرك على الاحترام والتقدير ما شاء الله عليه. نحله في نص الملعب، كميه جري كنت حاسس ان انا بشوف لوكا مودريتش في عز شبابه. وطبعا معاه المايسترو في نص الملعب بيرلو الكره المغربيه او يايا توريه، وما شاء الله عليه ميكس ما بين الاثنين ايوب بوعدي. الصبيري كمان بيسجل اسرع اهداف العرب كلهم في المونديال، مش المغرب بس، بعد 72 ثانيه. المباراه الحمد لله انها ما اتقلبتش على المغرب، خصوصا بعد اهدار الفرص السهله جدا في الشوط الاول والشوط الثاني. فرصه بلال الخنوس اللي بعدها اسكتلندا فائت جدا في نهايه الشوط الاول، والفرصه العجيبه جدا دي في الشوط الثاني من ابراهيم دياز اللي اتاخر جدا في التمرير واتقطعت منه في الاخر، كانت فرصه هدف ثاني محقق. ولكن في النهايه المنتخب المغربي بيحسم الاهم ال3 نقاط وبيؤكد صعوده لدور ال 32 بنسبه 99%. واخيرا فوز محقق لمنتخب المغرب. ممتاز، مباراة جميلة جدا اتفرجت عليها دلوقتي لسه خالصة حالا. مباراة رائعة. المغرب اثبت فيها فعليا ان دي فرقة جاية تنافس، مش فرقة جاية بتجرب حظها. مباراة اثبتت فعلا ان المنتخب ده منظم، عنده بدائل كويسة جدا. هدف يمكن من اسرع الاهداف اللي حصلت في كاس العالم، هدف رائع يعني ما فيش احسن من كده. الاجمل والاحسن من كده هو الضغط المغربي او ضغط المنتخب المغربي على اسكتلندا في المباراة كاملة. حاجة تشرف يعني، وحاجة فعليا تسعد. يعني انت عارف الواحد عنده احساس كده ان بقية المنتخبات لازم يطلعوا ورقة وقلم كده ويبدأوا ياخدوا ملاحظات يشتغلوا عليها، علشان فعليا كل حاجة بيعملها المنتخب المغربي صح ما شاء الله. طبعا كل حاجة، كل الخطوات مظبوطة، كل حاجة بالعقل، مفيش أي يعني استعجال على أي حاجة خالص. ولكن نقدر نقول المباريات اللي جاية دلوقتي، نقدر نقول المجموعة دي إن شاء الله كده خلاص. عندك الماتش اللي جاي مع هيتي، لو البرازيل هتلاعب هيتي فكده يعني نقدر نقول البرازيل والمغرب سواء بقى أول تاني أول أيا كان الترتيب هم اللي هيطلعوا من المجموعة دي. مبروك لمنتخب المغرب وعقبال بقية الفرق العربية. مباراة ممتازة، والمنتخب المغربي ممتاز ومشرف بقية المنتخبات العربية. عقبال الباقي. ديما المغرب يا فوز صعب ومستحق للمغرب ضد اسكتلندا بهدف واحد في الدقيقة 2 لحد الآن. يلا صفر يا حكم. شنو يا حكم انت داير تدري للناس دول ولا شنو؟ ما خلاص ال6 دقائق انتهت. 6 دقائق ما انتهت. الحكم ده شكله ناوي يدري للناس دي العديد. هاي برا خلاص انتهت. صفر يا حكم. صفر خلاص انتهت ان شاء الله. اول انتهت. صفر يا حكم خلاص. اول فريق ان شاء الله الى الدور القادم يا ديما مغرب يا خلاص انتهت. الف مبروك للشعب المغربي والف مبروك لقارة افريقيا. فوز صعب ومستحق للمغرب ضد اسكتلندا صراحة. ممكن ربما تكون اقوى من مباراة البرازيل ذاته. مباراة قتالية موت اي حاجة اي شيء. بجد فوز مستحق للمغرب والف مبروك للشعب المغربي والف مبروك لقارة افريقيا. وزي ما قلت لكم ديما المغرب يا اخي المنتخب الافريقي دائما بمتعنا وما بغزلنا يا اخي. كده حاليا عنده 4 نقاط وان شاء الله فوز على هايتي باذن الله وداير نتاهل كمان اول المجموعه ما تعني المجموعه نهائي. الف مبروك يا اخي للشعب المغربي مره اخرى والف مبروك لقاره افريقيا. لكن بجد مباراه ممتعه دي. المغرب قدم اداء جميل، ممكن ربما مباراه اقوى من مباراه البرازيل ذاته. المنتخب الاسكتلندي ذاته ما كان ساهل يعني. ما تحياتي لكم.